جايز، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده الفيديو هيكون هنعمل النهارده مع بعض تنسيق الملابس الشتويه زي ما انتوا طلبتوا. ده بناء على طلباتكم انتوا. لما ببص في الكومنتات لقيت ان في بنت قالت لي يا روان اعملي تنسيق الملابس الشتويه، فانا النهارده معاكم هعمل تنسيق الملابس الشتويه. التيشيرت مع البنطلون بتاعه مع التسريحه المناسبه ليه مع اللون اللي انتوا عايزينه، تمام؟ فانا النهارده هنعمل التنسيق ده. حابه بس اشكركم على حاجتين، بجد شكرا جدا جدا ليكم على التوثيق، لان قناتي الحمد لله رب العالمين ادخلوا شوفوها اتوثقت والحمد لله. علامه التوثيق يعني تم اثبات الملكيه، تمام؟ يعني شكرا جدا جدا ليكم. تاني اشكركم ان احنا وصلنا على الانستجرام 12000، تمام؟ عايزه بقى يعني انا شكرتكم، عايزه اطلب منكم طلب. ايه هو الطلب؟ الطلب يا جماعه ان انا فتحت قناه بقالي اسبوع بالظبط ومفيش عليها يعني مش عليها ناس كتير، فحابه ان انتوا تروحوا هناك وتشتركوا فيها عشان ان شاء الله هناك هنعمل فيديوهات وبصوا هنخربها هناك. فاللينك هيكون في الديسكربشن بوكس وفي اول كومنت مسبق. هي اسمها روان ستارز فاميلي، عائله روان ستارز لان انت عرفتي، تمام؟ فعايزين نوصلها ل 10000 بسرعه جدا جدا، خلاص؟ وعايزين برضو تعملوا لايك للفيديو ده لحد ما نوصله 5000 لايك او 6000 كمان على قد ما انتوا تقدروا، وتروحوا على الانستجرام وتعملوا لي فولو. بحبكم جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، لو انتوا كنتوا جداد ولاول مره تشوفوا الفيديو بتاعي فترة مستنيين ايه؟ في زر احمر تحت الفيديو زي الزر ده، اضغطوا عليه. بعد ما تضغطوا على الزر ده مش هيطلع لكم الجرس ده، الجرس ده من الاخر بيوصل لكم نوتيفيكيشن اول ما ينزل فيديو جديد، اوصل لكم مش هنزل فيديو جديد. واعملوا لايك بتاع النهارده خلينا نبدا فيديو النهارده. زي ما انتوا شايفين ده بالنسبه للهدوم النهارده، ان انا حابه ان انا اعمل عليهم التجربه. طبعا زي ما انتوا شايفين هقيس بقى كلهم مع البناطيل بتاعتهم. دي بالنسبه للهدوم اللي انا عايزه اعمل عليهم التجربه بس اهم زي ما انتوا شايفين. ويلا بينا نبدا الفيديو. اللي هو الهاي كول ده اللي هو بمخنق من هنا، وبعد كده لبست اللي هو الجاكيت ده طبعا حلو جدا جدا والموضه بتاعته روعه. فانا لبست التيشيرت ده، التيشيرت الهاي كول، بعد كده الجاكيت ده. شايفين الجاكيت ده اصلا ينفع يتعمل بكذا طريقه. فبص هو من ورا زي ما انتم شايفين. لبست عليه البنطلون ده لان البنطلون ده جدا مناسب ليه جدا جدا. لبست عليه الكوتشي الابيض ولبست عليه الشنطه دي. لو انتوا مش متوفر عندكم الشنطه الهاي ويست ممكن تلبسوا عليه اي حزام برضه هيديله شكل روعه جدا، لان جربته بكذا طريقه. فده اول اوتفيت معانا. لو انتوا عندكم اي هاي كول زي ده تقدروا انتوا تلبسوا عليه اي جاكيت متوفر عندكم. الجاكيت ده بيتعمل بكذا طريقه زي ما انتوا شايفين. ده تاني طريقه ينفع ان انا البس الجاكيت بيها. شايفين برضو شكله كول جدا. لبست عليه نفس اللبس اللي انا لابساه، ما غيرتش فيه اي حاجه، بس غيرت الجاكيت وغيرت الشعر عملته كده. فدي تاني طريقه. يلا بينا نشوف تالت طريقه. انتوا شايفين دي تالت طريقه معايا. قفلته كله وبقى شكله حلو جدا جدا. طبعا الجاكيت ده كلاسيكي زي ما انتوا شايفينه من ورا اهو، شايفينه مفيش اي حاجه فيه اتغيرت. الجاكيت ده كلاسيك جدا وانا بحبه جدا جدا. بصوا برضو لو انتوا عايشين في اسكندريه في اي مناطق فيها شتاء جامد، لازم وانتوا خارجين تعملوا احتياطاتكم وتمسكوا اي جاكيت. لو الجاكيت ده لو انتوا مش محجبات لازم تجيبوا جاكيت بكلبوش عشان لو الدنيا شتت ما يجيش على شعركم اي حاجه. فالبنات المحجبات انتوا في السليم، ما مش مهم اصلا تاخدوا جاكيت لان انتوا حجاب. فالبنات المحجبه انتوا في السليم يعني. فانما البنات اللي مش محجبه تاخد معاها اي جاكيت لو في شتاء جامد وانتي خارجه، تمام؟ فده بالنسبه لاول اوتفيت معانا. يلا بينا نروح لتاني اوتفيت. تاني اوتفيت معانا. بصوا يا جماعه، بصراحه انا كسلت ان انا اقلع
البنطلون ده، لان البنطلون بصراحه لبسه صعب يعني فخليت نفس البنطلون عادي مش مشكله. انتوا شايفين البناطيل قد ايه، انا مكسره البس كل دي بصراحه، فانا خليت بنفس البنطلون. وطبعا الجاكيت ده اللي هو الجاكيت الفورمنج هو شايفين عامل ازاي. الجاكيت الفورمنج ده برده عايز هاي كول، فلبست عليه التيشيرت الهاي كول عادي تمام. طبعا لو انتوا عايزين مثلا تلبسوا عليه توب بيكون مغطي رقبتكم، لان احنا في الشتاء فلازم حرفيا تغطوا رقبتكم. لبست عليه الشنطه اللي هي هيلو كاتي دي، كيوت جدا جدا وحلوه جدا يا جماعه. فعشان هي ابيض وفي ابيض، ولبست نفس الكوتشي الابيض زي ما انتوا شايفين. بالنسبه للجاكيت، اي جاكيت فروه عندنا بلاش نسيب شعرنا، نرفعه زي ما انتوا شايفين بالعضاده او باي حاجه بالطريقه دي. ليه؟ لان انتوا لو نزلتوه هيبقى تخين كده ومش هيبقى شكله حلو خالص. فزي ما انتوا شايفين ده تاني اوتفيت معانا. طبعا ده برضو يتعمل بطريقتين زي ما انتوا شايفين. دي تاني اوتفيت معانا، او اللي هو تاني اوتفيت اهو، شايفين مغيرتش عليه اي حاجه بس قفلته وبقى ده شكله بالطريقه دي. شكله بجد روعه جدا جدا على التيشيرت اللي هو الهاي كول، شكله بجد روعه. فزي ما انتوا شايفين ده شكله. طبعا انتوا بقى تكتبوا لي في الكومنتات انهي اوتفيت عجبكم، تمام؟ اول اوتفيت ولا تاني اوتفيت، ولا لسه هنشوف الاوتفيتات التانيه. خلاص، فيلا بينا نشوف اللي بعده. زي ما انتوا شايفين ده بالنسبه لتالت اوتفيت. تالت اوتفيت لبست عليه تيشيرت هاي كول، ولبست الجاكيت ده حلو جدا جدا، ولبست عليه البندانه السوداء، وكمان لبست عليه الشنطه البني دي زي ما انتوا شايفين ده شكلها، وكمان لبست عليه الكوتش الاصفر ده. طبعا اهو زي ما انتوا شايفين ده شكله بجد روعه جدا جدا. بالنسبه للجواكت دي فانتوا ممكن كمان تقفلوها مفيش اي مشكله، بس انا عامه بحب ان انا اسيبها مفتوحه. فطبعا ده شكله بجد عجبني جدا جدا، وشكله روعه وكيوت انتوا جدا جدا في نفسكم. شايفين شكله من ورا ومن قدام اهو، شكله حلو جدا جدا. فده بالنسبه لتالت اوتفيت معانا. حبيكم تقولوا رايكم في الكومنتات تحت. اوكي، يلا بينا نروح نشوف رابع اوتفيت. رابع اوتفيت معانا. بصوا، مفيش بنت في مصر عامه مفيش عندها اللي هو التيشيرتات دي، اللي هي التيشيرتات اللي شبه التريكو ده. فالتيشيرت ده ممكن تلبسيه على هاي كول، او ممكن تلبسيه على توب بس يكون مرفوع اكتر من كده. احنا طبعا لسه ما دخلناش في الشتاء اللي هو القوي تمام. فزي ما انتم شايفين ده بالنسبه لرابع اوتفيت معايا. لبست البنطلون مقطع من هنا والمقطع من هنا زي ما انتم شايفين، ولبست عليه كوتش ابيض، ولبست عليه الشنطه اللي هي دي. الشنطه دي بجد روعه جدا جدا، فيها مرايه من جوه لو حبيت ان انا اشوف نفسي اهي. طبعا مش حاطه فيها حاجه اهو. فده بالنسبه للشنطه دي. وطبعا عملت شعري سبته عادي مش منفوخه قوي. فطبعا ده بالنسبه لروع اوتفيت معايا. ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات. طبعا هو عجبني جدا جدا. ده بالنسبه لرابع اوتفيت معايا. يلا بينا نروح نشوف خامس اوتفيت. خامس اوتفيت معانا. لبست عليه الشنطه اللي هي السودا دي، لان الاسود بيليق على اي حاجه عامه. هي كلها خرز على فكره، دي بتاعت الحفله فوبعدين مسكتها كده عادي كانها بوك او حاجه. وطبعا لبست تحته توب لان هو قصير، يعني لو رفعت ايدي تمام. فلبست تحته توب اسود، ولبست التيشيرت ده. التيشيرت ده برده تريكو وروعه جدا جدا يا جماعه. زي ما انتم شايفين لبست عليه البنطلون والكوتش ده حلو جدا جدا تمام. متنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات. فده بالنسبه لخامس اوتفيت معانا. يا ريت كلكم تستفيدوا من الفيديو ده، لان انا بوريكم الستايلات بتاعتي عامله ازاي، لان انا مش كل ستايلاتي بلوزات قصيره او حاجه، فستايلاتي معينه تمام. فيلا بينا نروح نشوف سادس اوتفيت.
بالنسبه لسادس اوتفيت معانا. سادس اوتفيت معانا لبست تحته الطب الاسود ولبست عليه بنطلون بابجي اسود زي ما انتم شايفين، وكمان لبست عليه الجاكيت ده. الجاكيت ده برده حلو جدا جدا وروعه بجد. لبست عليه كمان الشنطه دي اهو، ممكن تتلبس كده، وطبعا شكله حلو جدا جدا وكيوت جدا جدا. يا ريت بتقولوا لي رايكم في الكومنتات. بصوا انتوا هتلاحظوا ان معظم لبسي جاكيتات وممكن هاي كول او بطب، لان انا بحب الجاكيت جدا. مثلا لما انا مثلا بخرج اي خروجه بحب ان انا البس جاكيت عليها، فانتوا هتلاحظوا ان معظم لبسي جواكت جواكت جواكت، لاني بجد بحب الستايل ده جدا جدا. تمام، فده طبعا بالنسبه لسادس طقم زي ما انتم شايفين. ويلا بينا نروح نشوف سابع طقم. لسابع او سادس اوتفيت، والله مش فاكره اصلا، بس ده زي ما انتم شايفين. انتوا هتلاحظوا حاجه، شايفين الكلبوش؟ طبعا زي ما انتم شايفين في كلبوش من ورا. شايفين ده عامل ازاي؟ انا بجيبه كده واحطه على الجنب كده علشان هو يبقى فيه كلبوش من ورا. وممكن كمان ان احنا نعمل كده. شايفين الكياته اللي في الموضوع بجد سحرتني. الجاكيت نفسه كيوت جدا، شايفين شكله عامل ازاي؟ لبسته على نفس البنطلون البابجي لانه يليق عليه يعني، فبجد شكله روعه جدا جدا. يا ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. ده برده جاكيت، طبعا ده ممكن يتقفل على فكره، ممكن يتقفل لتيشيرت عادي، بس انا بحبه مفتوح كجاكيت يعني. خلاص، فطبعا ده شكله زي ما انتم شايفين اهو. يلا بينا نروح نشوف تامن اوتفيت او سابع اوتفيت. او تامن اوتفيت. بصوا زي ما انتم شايفين ده شكله. لبست الطقم فين بجد شكله حلو جدا. طبعا بصوا يا جماعه، انتوا تلبسوا تحته الهاي كول عادي، بس انا بصراحه كسلت ان انا البسه فانتوا تلبسوه عشان في شتاء وكده، عشان انا اصلا دراعي باين، فانتوا تلبسوا الهاي كول. لبست عليه الكوتشي الاصفر لان ده اصفر، ولبست عليه الشنطه الصفراء لان برده ده اصفر. ده ممكن يتعمل كده، ممكن يترفع ويبقى كده عادي جدا، بس انا عن نفسي انا بحب ان انا اعمله كده يبقى شكله حلو جدا. سبت شعري وعملته لورا كده بالطريقه دي، بجد اداله شكل روعه جدا جدا. وده بالنسبه لسابع او تامن اوتفيت معانا. يلا بينا نروح اللي قبل الاخير، يلا بينا. تامن اوتفيت بسيط جدا جدا، واحلى حاجه البساطه يعني. ده بصراحه ممكن يكون اكتر طقم عجبني لانه بسيط جدا جدا، وحبيت تسريحه شعري من ورا شكلها عامل ازاي، حبيته جدا جدا مع انه بسيط جدا. طبعا زي ما انتم شايفين التيشيرت ده على البنطلون البابجي. خلاص ما حبيتش ان البس عليه اي شنطه. امسكوا تليفونكم في ايدكم ويلا بينا نخرج. اهو زي ما انتم شايفين ده بالنسبه لتامن اوتفيت. يلا بينا نروح نشوف تاسع اوتفيت والاخير. واخر اوتفيت معانا فستان زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه، انتوا مش عايزين مثلا تلبسوا شراب مخرم فعادي جدا انتوا ما تلبسوش، ممكن تلبسوا اي ستيريتش تاني او اي توب تاني، بس بالنسبه لي ممكن هيبقى اشيك شويه ان انتوا تلبسوا شراب مخرم. تمام، الكعب انتوا هتتفاجئوا. انت لابسه كعب يا روان؟ والله العظيم يا جماعه انا بلبسه عشان العرض. انا في حياتي ما هخرج بيه ولا هفكر ان انا اخرج بيه، لاني بمشي عامله كده وانا لابساه، فاللي هو اصلا عمري ما هخرج بيه، بس انا عاملاه العرض بس.
طبعا ده زي لبست عليه الهاي كول زي ما انتم شايفين. طبعا ده ممكن يبقى سهره شتوي، ممكن يبقى خروج شتوي زي ما تحبوا. ولبست عليه طبعا الشنطه دي خلاص. فطبعا ده شكله زي ما انتم شايفين اهو، شايفين اهو. يا رب يعجبكم يا رب، يا رب يكون الستايل بتاعي عجبكم. تمام، وبس كده يكون انتهى فيديو النهارده. لو عجبكم فيديو النهارده متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بنحبكم يا اجمل بانس في الدنيا. باي باي.